هو احنا ازاي ممكن نعيش الحياة في سلام؟ الأول تعالوا كده نتخيل مع بعض ان الحياة دي عبارة عن بحر، والبحر ده فيه موجة عالية وموجة هادية وموجة، ومثلا رياح مثلا بتيجي جامدة فتخلي الموجة عالية قوي قوي. فهي دي الحياة اللي هي زي البحر كده بالظبط. احنا بقى كلنا كل واحد راكب السفينة بتاعته في بحر الحياة ده وماشي بقى في السفينة بتاعته. طب ايه هو اللي ممكن يخليني ان انا اعيش في سلام بالسفينة بتاعتي دي لحد ما اوصل بقى لبر الامان، او لحد ما اوصل للنهاية اللي انا نفسي ان انا اوصل لها؟ ايه هي بقى اللي ممكن يساعدني ان انا اوصل لده؟ هقول لكم 10 حاجات النهاردة في الفيديو ده تساعدكم ان انتوا توصلوا للسلام في الحياة ان شاء الله بإذن الله. فالعشر حاجات دول قبل ما اقوله لكم الاول عايزين كده يعني نتفق على حاجة، ان مش معنى ان انا عندي سلام وان انا عندي رضا داخلي نفسي كده ان انا ما بقاش زعلانه. لا، الزعل ملوش علاقه ان انا لازم عشان ابقى راضي ما بقاش زعلان. لا، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول ان العين لتدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. طيب هل الرسول عليه الصلاه والسلام مش راضي مثلا؟ لا طبعا. بس هو الرضا ملوش علاقة خالص بالسلام. أنا ممكن أكون عندي سلام وعندي كده ثبات جوايا في نفسي، بس أنا زعلان من مثلا حاجة حصلت أو الحاجة اللي يعني أيا كان حاجة في الدنيا دي. فإن أنا لازم نتفق كده اولا ان مفيش حاجه اسمها ان انا عشان ابقى راضي وعندي سلام داخلي ان انا ابقى ما بزعلش، ان الحياه تبقى على طول ورديه، ان الحياه تبقى على طول حلوه. لا، زي ما قلنا الحياة دي بحر، ساعات الموج هيبقى عالي ساعات هيبقى كده، بس أنا في كل الأحوال راضي. ومن هنا كده في سلام وسكينة نفسية داخلية كده. طيب ايه هما بقى العشر نقاط دول؟ اول حاجة هي انت اول ما بتركب السفينة دي بيبقى في كتاب كده بتاخده او ورقة بتاخدها عشان تمشي بقى في السفينة دي. فالورقة دي هي الكتاب اللي هتكتب فيه حياتك كلها، الحياة اللي انت عايز تعيشها، الحياة اللي انت عايز تكون عليها. فالكتاب ده بقى احنا بناخده وبنسيبه بقى ونركنه على جنب ونقعد بقى نعمل ايه؟ يبقى فيه لهو، يبقى فيه لعب، يبقى فيه اللي هي الحياة الدنيا متاع الغرور، حاجات كتير قوي بنقعد نعملها وبننسى خالص الكتاب بتاعنا. لا، احنا محتاجين ان احنا اول نقطة عندنا النهاردة ان احنا نركز في الكتاب بتاعنا، نركز احنا عايزين ايه، ما نقضيش كل الحياة في اللعب واللهو والمرح وننسى الكتاب بتاعنا ده. تاني حاجة بقى هي ايه؟ هي ان انا ابص بقى على الكتاب بتاعي ده. يعني لو هنتخيل كده ان في سوسة للحياة، هتكون ايه هي سوسة الحياة؟ ايه الحاجة اللي هتبوظ الحياة؟ عارفين السوسة اللي ممكن تيجي في السنة وتبوظ السنة وتفضل بتبدأ سوسة صغننة وتفضل تكبر 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 لحد ما تسوس السنان كلها وتخليها سودة خالص. فايه هي سوسة الحياة بقى؟ هي المقارنة. اللي عايز يعيش حياة تعيسة، اللي عايز يدخل سوسة في حياته في السفينة بتاعته وتفضل السوسة دي تاكل تاكل في سفينته لحد ما توقعها خالص، يقارن نفسه بغيره وبحال غيره وبأحوال غيره وبظروف غيره، وشمعنا وشمعنا وده خد وأنا لأ، وكده يفضل يقارن، هيجيب سوسة في حياته وتنخرب له سفينته وتبوظ له حياته خالص. دي كانت رقم 2. تالت حاجة هي يا ترى بقى مين اللي سايق السفينة دي؟ السفينة بتاعتك دي مين اللي سايقها؟ لو الإجابة كانت أنت اللي سايق السفينة دي، طيب لو أنت اللي سايق السفينة دي، هل السفينة دي أنت بتسوقها بإيه؟ بمشاعرك بس، ولا بعقلك بس، ولا بميكس ما بين الاتنين، ما بين مشاعري وما بين عقلي؟ ايه هي الإجابة بتاعتك؟ طيب لو إجابتك إن أصلا مش أنت اللي سايق السفينة خالص، ده في حد تاني اللي سايق السفينة وأنا حاطه هو اللي يسوق السفينة، أو لو كانت إجابتك لأ، ده انا سايب المقعد بتاع القبطان بتاع السفينة ده اللي يجي بقى عايز يسوق في اي وقت يبقى يسوق، اي حد بيجي بيسوق على طول، ها اجابتك هي ايه؟ لان اجابتك هنا هتحدد قوي 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 سفينتك رايحة على فين، لو انت القائد بتاعها وازاي بتقود السفينة بتاعتك دي. ده كان رقم 3.
رقم 4 بقى اختياراتي هي حياتي. اختياراتنا هي اللي بتحدد فعلا السفينة دي هتروح أصلا على فين حسب الاختيارات بتاعتي. أنا مثلا اخترت النهاردة إن أنا ألبس الطرحة دي، اخترت إن أنا ألبس اللبس ده، اخترت إن أنا أعمل الفيديو ده، اخترت إن أنا أعمل وأعمل واخترت حاجات. فالحاجات اللي أنا اخترتها والاختيارات بتاعتي خلتني أنا النهاردة. فالاختيارات بتاعتك هي السلم اللي هيوصلك للحاجة اللي انت عايزها، او السلم اللي هيبعدك، او هو سلم هيوصلك لحاجة في الاخر. فهل اختياراتك دي هتوصلك لفين؟ شوف بقى وجاوب على السؤال ده، هتعرفوا اختياراتكم هتوديكوا لفين، لان اختياراتكم هي حياتكم. دي كانت رقم 4. رقم 5 هي لو هنتخيل ان السفينة دي فيها راديو. عايزاكم بقى تظبطوا التردد بتاع الراديو ده على محطة الامتنان. الحياة يعني ما تنفعش من غير امتنان، اعتبروا ده كمان الصيانة بتاعت السفينة بتاعتكم. الامتنان ده من أهم الحاجات اللي ممكن نمارسها في حياتنا. أنا أمتن على النعم اللي ربنا يعني رزقني بيها كل يوم، أمتن على حاجات كتير قوي حلوة في حياتي. ساعات كمان في مواقف صعبة ممكن أمتن على الموقف الصعب اللي أنا مريت بيه في الدروس اللي أنا اتعلمتها من المواقف اللي أنا بمر بيها في حياتي، لأن الخبرة بتيجي من المواقف ومن التجارب ومن الحاجات دي كلها. فأنا أمتن لكل حاجة في حياتي، أمتن للحاجات اللي احنا تعودنا أصلا على وجودها في حياتنا. نرجع تاني ونفعل الامتنان ونظبط تردد سفينتنا على الامتنان. رقم 6 هي ايه بقى؟ الناس اللي بتقول طب انتي بتقولي امتنان وبتاع، طب انا عندي بقى ابتلاء كبير قوي، ازاي بقى امتن للابتلاء الكبير قوي ده؟ ان خليكوا حافظين جملة تاني كده، هي ربنا ابتلانا عشان يصنعنا. الحاجة اللي بتبقى حلوة قوي 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 بتحتاج وقت وجهد وطاقة عشان تتعمل. فربنا ابتلاك عشان هو ربنا شايف فينا حاجة حلوة قوي احنا لسه مش عارفينها، والابتلاء هيطلع الحلو اللي جوانا ده لو احنا صبرنا على الابتلاء ده. وفي قصة السفينة بتاعت الكهف اللي هي قصة في سورة الكهف، لما كان صاحب السفينة سيدنا الخضر بوظ له السفينة بتاعته. فلما السفينة باظت لما السفينة باظت، هو ممكن يشوف بقى الموضوع ده يقول ايه ده السفينة باظت، ده مش عارف ايه، ما ده ابتلاء، ما دي ده باب رزقه، والسفينة كانت لسه حلوة وهو بيساعد الناس وهو راجل كويس، وفي الاخر تبقى دي جزاته ان السفينة بتاعته تبوظ. بس هنا بقى جملة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. الراجل ده لو السفينة دي ما كانتش مثلا هم قالوا له ها ناخد منك السفينة دي، ولا الملك ياخد منك السفينة دي، ولا نكسرها لك، كان هيقولوا لا كسروا لي السفينة وما تخلوش الملك ياخدها. فهو لو عرف فعلا الغيب اللي كان هيحصل ان سفينته كانت هتتاخد منه، كان هيختار الواقع اللي هو مثلا زعلان منه دلوقتي ان سفينته باظت. فانتوا فعلا ما تعرفوش بكرة في ايه، ما تعرفوش الابتلاء او المرض او ايا كان الحاجة الصعبة اللي انتوا بتمروا بيها دي، ما تعرفوش بعد كام سنة هتقولوا ايه. اول لما تقابلوا ربنا هتقولوا، يمكن تقولوا الحمد لله يا رب ان الابتلاء ده كان احلى حاجة حصلت في حياتي، الابتلاء ده هو كان سبب ان انا اصلا ادخل الجنة. فياريت نغير نظرتنا في نظرتنا للابتلاء ونشوفه على اساس ان هو ربنا بيصنعنا وعايز مننا حاجة يعني يخلينا نكون ان احنا احسن. طيب دي كانت رقم 6. رقم 7 بقى هي ايه؟ هي ان السفينة دي طول ما هي، لو انا عمالة بجدف بس انا مالية طوب في السفينة دي كتير، هل السفينة دي هتفضل مكملة؟ هقدر امشي؟ ما انا مهما عمالة اجدف مش هقدر اكمل، ايدي هتوجعني، واكيد هيجي عليا اليوم وهقف، لان انا عمالة بجدف وانا شايلة طوب كتير في السفينة، ده اذا ما خدتنيش وغرقت اصلا بيا. طيب ليه ما نفضيش الحمل اللي احنا شايلينه؟ ليه مثلا مشكلة حملها من الماضي وتقيلة قوي عليا، ليه ما فضيش الحمل ده واشيله؟ ليه ما حد يرمي عليا هم اخد الهم واحطه، اخد المواقف الصعبة واحطها؟ لا، اخد واتعلم وارمي، اخد واتعامل واسيب. بلاش افضل احمل السفينة بتاعتي فوق طاقتها، لانها في مسيرها يوم هتيجي بيا وتغرق. رقم 8 هي انت بقى متعلق بايه؟ يا ترى متعلق بايه؟ يا ترى متعلق بالدنيا؟ يعني الدنيا دي انت هي اللي ملكاك ولا انت اللي ملكها؟
يعني الدنيا في ايه؟ في قلبك ولا في ايدك ولا في ايه؟ يعني انا لما بمتلك اي حاجة ولا معايا اي حاجة، لو عربية باظت، لو بيت حصل، لو هل انا بنهار بعدهم، ولا انا بقول خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وبزعل بس برضى الزعل والرضا زي ما قلنا، برضى وبعدي حياتي وبشوف هكمل حياتي ازاي، ولا انا خلاص الحياة بتقف عند اي خسارة بخسرها؟ يا ريت نعيد تفكير في الحتة دي تاني. رقم 9 هي الصحاب. انا لو عندي صحابي اللي محيطين بيا يعني بيجروني مثلا لحاجات انا ما بحبهاش، او بيجروني لحاجات انا بحبها بس هي مش صح ليا، فحاوط نفسي بالصحبة الحلوة، احاوط نفسي بالناس اللي هتنفعني، احاوط نفسي بالناس اللي انا عايز اكون فعلا ابقى شبههم قدام ان شاء الله. فان انا احاول ادور على الصحبة الحلوة وابقى يعني ابقى يعني اصاحبهم عشان ابقى زيهم، حتى لو انا ما بقتش زيهم هتعلم حاجات منهم. لو بصاحب حد مثلا بيقرا كتير اكيد هيفيدني من القرايات اللي بيقراها، بيحضر كورسز، بيطور من نفسه، بيلعب رياضة، بياكل اكل صحي، اكيد هتعلم من الناس دي. فياريت ان انا اصاحب الناس دي اللي بتدعمني وبتخليني اكون في الصورة اللي انا عايز نفسي اوصل لها في الكتاب اللي احنا قلنا عليه، في كتاب الحياة اللي احنا خدناه في اول خالص. طيب 10 حاجة بقى، لو انا السفينة دي فضلت واقفة مكانها ما اتحركتش، هل الحياة هيبقى ليها طعم، معنى، لون؟ لا. اكيد انا اهم حاجة هي رقم 10، هي ان انا consistency، ان انا يبقى فيه استمرار، افضل دايما مستمرة، افضل دايما بجدف، لو مهما حاجة تعبتني اجدف، لو انا حصل موجة عالية قوي 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 ارجع اجدف تاني من اول وجديد، لو السفينة اتغرقت مية اشيل وافضي الطوب وافضي وارجع اكمل تاني وامشي تاني من جديد، لان المثابرة سنة من سنن الحياة اللي احنا محتاجين ان احنا نكمل عليها ونفضل ماشيين. لان في الاخر ال10 نقاط اللي انا قلتهم دول وال10 حاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا يبقى عندنا حياة في سلام كده وفي راحة، هي ايه؟ هي اول حاجة ان انا بلاش للتشتيت، اركز في الورقة اللي انا خدتها، في الورقة بتاعتي. تاني حاجة بلاش مقارنات، ما بصش على حاجات غيري. تالت حاجة ان انا اكون انا اللي سايق السفينة بتاعتي. رابع حاجة ان انا اعرف ان اختياراتي هي الحياة بتاعتي. خامس حاجة ان انا اعرف ان ربنا، لا، ان انا اعرف الاول ان اظبط التردد حياتي على الامتنان، افضل امتن دايما للحاجات الحلوة اللي في حياتي. سادس حاجة ان انا اعرف ان الابتلاء ده عشان ربنا يصنعني، واعرف ان انا ربنا لو علمتم الغيب اخترتم الواقع. رقم 7 ان انا الحمل الزايد التقيل اللي عليا احاول ان انا افضيه واهون واخفف من على نفسي شوية. رقم 8 ان انا قلبي بيبقى متعلق بايه؟ هل قلبي متعلق بالدنيا؟ يبقى محتاج لا اخلي الدنيا في ايدي مش في قلبي. رقم 9 الصحاب اللي حواليا والناس اللي بتحيط بيا، هل هم ايه؟ عاملين ازاي؟ لان انا في الاخر هبقى زيهم. رقم 10 هكمل وهمشي في الحياة، لان الحياة مستمرة، فانا محتاج ان انا استمر مع الحياة. ولان في الاخر ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. كلنا السعي بتاعنا ربنا هيشوفه، هيشوف الكتاب اللي احنا خدناه في الاول ده مكتوب فيه ايه. فياريت ان احنا نركز على اختياراتنا، ونركز على ان احنا نحصل على، ندفع الأول التمن اللي السلام، عشان نقدر ان احنا نحصل على السلام في حياتنا. فان احنا نختار الحاجات الصح، ونشوف بقى انتوا ممكن تعملوا ايه من الحاجات اللي انا قلتها النهاردة اللي ممكن تساعدكم ان شاء الله عشان توصلوا للسلام النفسي. وقولوا لي ايه هي اكتر نقطة فرقت معاكم وناويين ان انتوا تنفذوها ان شاء الله بإذن الله. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.